حمدي البكاري موجود أيضا في مطار كابول، سيطلعنا على ما يحدث في هذا الجزء من مطار حامد كرزاي الدولي ضمن استئناف الرحلات الدولية. حمدي. نعم، يمكن القول بأن اليوم هو بداية لتدشين رحلات دولية. هناك العديد من المسافرين، هذه هي المحطة الأولى لوصول المغادرين من أفغانستان. هناك العديد من الوجهات التي سوف يغادرون إليها. سألت أحدهم هنا كان يقول بأن الوجهة إلى لندن، وهناك الكثير أيضا من الأسر والعوائل، هؤلاء ممن يمتلكون أيضا وثائق سفر للمغادرة. تبدأ عملية تسيير هذه الرحلات بشكل طبيعي، ليست بتلك الطريقة التي تتم عن طريق الإجلاء كما كانت في وقت سابق، وإنما تسير الأمور بشكل طبيعي للغاية. يبدأ الناس بالوصول إلى هذه الصالة ثم يتوجهون إلى صالات أخرى. هناك الكثير من الأطفال، هي عوائل وأسر الناس يبحثون عن هذا الحدث يبدو منذ وقت طويل في انتظار افتتاح المطار. تمكن الفريق الفني القطري من إعادة تشغيل الرحلات الدولية، وكما كان الإعلان في وقت سابق عن أن الموعد أصبح قريبا، بالفعل تم اليوم تدشين هذه الرحلات. لو انتقلنا إلى الصالة أيضا سنجد العديد من المسافرين هنا في طريقهم إلى المغادرة. تبدأ الآن المرحلة الثانية. هنا يطلب المختصون من المسافرين البقاء قليلا ثم ينتقلون إلى هنا لاستمرار الإجراءات تسير بشكل طبيعي. كما نلاحظ في الصورة العديد من الأسر والعوائل في طريق المغادرة. هذا الحدث انتظره الأفغان منذ الأحداث الأخيرة، منذ رحيل القوات الأمريكية عن المطار. استغرقت العملية عدة أيام. تمكن الفريق القطري بالفعل من الإمداد. هناك الكثير من الأسر أيضا التي تغادر إلى وجهات مختلفة. هذا يعني أن تسيير الرحلات أصبح الآن متاح حتى أمام الرحلات التجارية وليس فقط الخطوط الجوية الرسمية لبعض البلدان. هناك العديد من الأجانب، هناك أجانب بالفعل ما زالوا عالقين في أفغانستان، وهناك أفغان يحملون وثائق سفر. هذا المطار هذا الجزء الذي نحن فيه هو الجزء الدولي، وقبل ذلك رأينا قاعة أكبر من هذه. هناك قاعة لا تزال فارغة تم تجهيزها بشكل كامل، قاعة كبيرة للغاية للمغادرة. وهناك أيضا بعض كبار السن سيغادرون. Where are you going? Canada. Yeah. You live in Canada? Yeah, I live in Canada. And Me too. where are you going? I'm going to Canada. Canada. Yeah. Yes. You are friend. Yeah. A friend. Yes, هؤلاء يقولون بأنهم مسافرون إلى كندا. هناك العديد من المسافرين إلى دول مختلفة. سألنا قبل قليل أحدهم وقال مسافر إلى لندن. الوجهات مختلفة، لكن نافذة جديدة فتحت أمام الأفغان ومرحلة جديدة في إطار تشغيل المطار. هذا المطار كبير للغاية، يتكون من 3 أجزاء: الجزء المتعلق بالجانب العسكري والجزء المحلي، وهذا الجزء المتعلق بالرحلات الدولية. إذا نحن نتجول الآن في صالة المغادرة. إجراءات المغادرة تسير بشكل طبيعي. كما نلاحظ هناك تشغيل لكل الإجراءات الفنية التي كانت مفقودة في وقت سابق. هذا المكان كان مخربا للغاية. الأجهزة الفنية تعمل الآن بشكل سليم. تم تشغيل النظام الإلكتروني، عمليات التفشيش، السحاب الإلكتروني، نقل الحقائب، التشغيل الإداري، وهذه هي النقطة الأكثر أهمية أيضا. تم التشغيل الإداري، تسير الإجراءات بشكل سلس وسليم. وهذا يعني فيما يعنيه أنه تم إصلاح برج الاتصالات، الرادار، وكذلك مدرج المطار الذي كان لا يستقبل بشكل سليم الرحلات، وهناك الكثير من الأعطاب.